في مثل بيقول: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. معنى الكلام ده ايه؟ ان لو انت بتتعامل مع حد والحد ده بيحبك، مهما انت قلت او مهما انت عملت مش هيفسر اي كلام ليك او اي حاجة بتعملها الا بمحمل كويس، وهيبقى واثق ومتأكد ان انت اكيد عاوز مصلحته او خايف عليه. ولو ما بيحبكش هيترجم اي كلمة بتقولها او اي تصرف انت بتعمله على محمل السيء، وهيبقى حاطط في اعتباره ان انت بتضره. لما نيجي نشوف الكلام ده ونطبقه على التصريحات او الكلام اللي قاله محمد مجدي قفشه مع ابراهيم فايق، هنلاقي ان كل واحد فسر كلامه طبقا لانتمائه او طبقا اللي هو عاوز يودي كلامه لفين. لكن احنا لو هنحكم على كلامه بهدوء وبعيد عن اي انتماء او بعيد عن اي اغراض، اول حاجه هنعرف ان الراجل ده راجل بيتكلم من قلبه، راجل طبيعي جدا اللي في قلبه على لسانه، مفيش تكلف في كلامه، مفيش تصنع في كلامه، واحد كده زي ما بنقول كده ان هو ايه، على سجيته، بيتعامل بطبيعته. ولذلك خرجت منه تصريحات اللي يتعامل مع شخصيه زي كده، شخصيه بريئه واللي في قلبها على لسانه، والشخصيه دي بتبقى كويسه جدا على فكره، هيعرف ان هو ما يقصدش اي اساءه لاي طرف او لاي حد، ولا حتى للمدير الفني اللي هو كولر. انما اللي عايز يفسر كلامه باي محمل تاني، فده هيبقى امره سهل جدا ان هو يودي الكلام بتاعه لاتجاه تاني. هندي مثال زي مثلا لما بيقول لك ان 95% من الناس ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيتم. الراجل قصده في الكلام ان الناس ليها الحكم على اداء اللاعب في الملعب او هو بيعمل ايه في الملعب، لكن ما تعرفش في الغرف المغلقه المدير الفني مدي تعليمات بايه. الكلام ده قاله مهاجم النادي الاهلي، قاله اسامه ابو علي لما طلع في الماتش بتاع امام الترجي في النهائي، قال لك انا ما كنتش مستواي حلو، ولكن على المستوى التكتيكي انا كنت ممتاز. وده معناه ان هو كان بينفذ تعليمات المدير الفني على اكمل ما يكون. ده اللي يقصده محمد مجدي قفشه من التعليق بتاعه دوت. قيس على كده بقى اي تعليق هو قاله. ولذلك لو صح الخبر اللي بيتقال ان كولر واخد موقف من محمد مجدي قفشه عشان تصريحاته، ولو احنا شفنا تصريحاته كلها نلاقي الحاجه الوحيده اللي ممكن يزعل منها كولر ان هو الراجل طلع شكر في فايلر، في المدير الفني اللي هو كان موجود في الاهلي قبل كده. ودي اعتقد ان دي وجهه نظر شخصيه هو حر فيها، هو حر فيها. انت كمدير فني انت ليك ان اللاعب ينفذ تعليماتك في الملعب وينفذ تعليماتك في التدريب ويجتهد. انما اراءه الشخصيه فيك كمدرب، انت كويس او انت وحش او الكلام ده كله، دي حاجه ترجع له طالما هي مش هتاثر على عمله معاك. فاتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي ان صح الخبر بان كولر واخد موقف من قفشه، ان الموضوع ده يتم تسويته، لان قفشه له رصيد كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي، واحنا او انا على بشكل شخصي انا بحبه، واتمنى ان الموضوع ده ما يكونش فعلا فيه مشكله، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق، ويا ريت ما نديش الامور اكبر من حجمها. والسلام عليكم.